ما عمرك سولتي راسك عزيزي المشاهد علاش اغلب المشاهير والاغنياء كيمشيو لدبي؟ علاش دبي وماشي مدينه اخرى؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. انا في هذا الفيديو جيت نوضح لكم الصوره باش تفهموا البلان. اولا شكرا على التفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات، انا كنشكركم بزاف، ان شاء الله القادم افضل. ونبداو الفيديو ديالنا. كاينه جوج انواع ديال الناس اللي كيمشيو لدبي: اغنياء والمشاهير. كل فئه عندها الاسباب ديالها. اغنياء مثلا كيمشيو حيت كاين بزاف ديال الامتيازات كتعاونهم في المشاريع ديالهم، بحال سهوله انشاء شركه ديالك. دبي كتسهل على الناس اللي باغيين يبداو شركه خاصه. يقدر اي واحد عنده الفلوس ياسس الشركه ديالو في ايام قليله بزاف. تقدر من 3 حتى ل 10 ايام تكون اوراق الشركه واجده باش تخدم في السوق، ماشي فحال الدول الاخرى اللي باش تكون اوراق الشركه جاهزه خصك تسنى اشهر. السبب الثاني اللي هو الاهم: الضرائب الرخيصه. الضرائب في دبي كتعتبر من ارخص الضرائب في العالم، تقدر تكون هي ارخص ضريبه كاع، حيث القانون كيفرض للشركات اللي الدخل ديالها السنوي اعلى من 350 الف درهم اماراتي تخلص فقط 9% من الارباح للدوله. يقدر يجيك هذا الرقم كبير، لكن مقارنه مع امريكا، الشركات الامريكيه كتخلص 30% حتى 40% من الارباح السنويه. شفتي الفرق شحال كبير؟ ضرائب قليله يعني فلوس كتر. ما يسحابليكش الا مشيتي لدبي مع هاد الامتيازات اللي كتعطيك الدوله واسستي الشركه ديالك راك غادي تولي مليونير. لا لا، راك غلط. في دبي القدره الشرائيه عاليه بزاف، هادشي كيخلي الشركات الكبار يصرفوا الملايين ديال الفلوس وبزاف ديال التخطيط وشماله باش يديروا بلاصتهم في السوق. انت الا مشيتي لدبي باش تاسس الشركه ديالك في اي مجال، غادي تلقى منافسه كبيره وصعيب بزاف باش دير بلاصتك. السبب الثالث اللي كيخلي الاغنياء يشدوا الطياره لدبي ذكرته من قبل، اللي هو القدره الشرائيه ديال الناس تما اغنياء بزاف، الفلوس كالروز. هادشي كيخلي الشركات ترفع من الثمن ديال المنتجات بزاف. مثلا عزيزي المشاهد، السروال في حانوت عادي في المغرب داير 70 درهم، تمشي لدبي تلقى الثمن ديالو تضرب على الاقل في 4 ولا كثر. بلا ما تقول لي تما كاين الجوده، هذيك غير هضره خاويه ديال الشركات. زيد على هاد الاسباب الحياه الفاخره اللي كيعيشوها تما. باش نتفقوا، راه دبي والخليج هما اكثر الدول رفاهيه في العالم، ماشي من اكثر، راه هما الاكثر دول رفاهيه في العالم، احسن من اوروبا وامريكا والعالم كامل حسب رايي الشخصي. سالينا من الاغنياء ندوزو للمشاهير اللي حتى هما اغنياء. كاين منهم اللي كيمشي على حساب الاسباب اللي ذكرناها في الاول، الاستثمار وداك الشي راكم فهمتوا، وكاين اللي عنده اسباب اخرى. انا اصلا ما عرفش علاش بنادم كيتبعهم، ما كينفعوك بوالو، غير كيبينوا ليك انك انت عايش حياه مكفسه وكتولي النفسيه ديالك ما راضياش. الواحد هو اللي يتبعني انا، من بعدك تستافد شي حاجه. كذب، قول ما كنستافد والو، ودير معاك واحد لايك واشتراك شم حداك. ما علينا. العيش في دبي كيأثر بشكل كبير وإيجابي على صناعة المحتوى عند المشاهير. أول حاجة، دبي فيها أماكن ومناظر فخمة ومتنوعة، ناطحة سحاب، بحر، فنادق عالمية، وهذا الشيء كيعطي المحتوى جودة عالية وشكل احترافي بلا مجهود كبير. ثانيا، البنية التحتية قوية بزاف، انترنت سريع، استوديوهات تصوير ممتازة، فرق إنتاج محترفة، وكل شيء متوفر باش يتصور المحتوى بأحسن طريقة. كذلك دبي عامرة بالمشاهير وصناع المحتوى من مختلف الدول، وهذا الشيء كيسهل التعاونات وكيزيد الانتشار والشهرة ديال صانع المحتوى، اللي الأغلبية ديالو أنا ما كنعتبروش محتوى. ما نساوش حتى بزاف ديال الأحداث والمعارض العالمية والمنتديات اللي ولات من أهم الفضاءات اللي كيتلاقاو فيها صناع المحتوى، كيكون فيها حتى الفنانين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. هاد المنتديات كتوفر فرصة للتعارف وتبادل التجارب وبناء علاقات قوية، كتفتح أبواب جديدة للتعاون والشراكات. كتساهم هاد المنتديات في رفع مستوى ديال المحتوى، توسيع الانتشار وتعزيز الحضور الإعلامي ديال المشاهير على الصعيد الدولي. شهرة كتر، إشارات كتر، فلوس كتر. هادو الناس اللي كيصنعوا المحتوى ديال بصح وكيضربوا عليه تمارة. اما هادوك صحاب انا كليت، انا مشيت، انا شريت، انا معرف شنو، هادو كيديروا الاشارات كيتخلصوا عليهم وكيعيشوا حياة الرفاهية مع راسهم. راه كيف ما قلت لكم في الاول، الشركات كيديروا بزاف ديال الاشارات باش يديروا بلاصتهم في دبي، وهادشي في الصالح ديال المشاهير. كتشوفوا في الفيديوهات ديالهم فاش كيشريو ولا كيجربوا شي حاجة، هذاك الفيديو غالبا اشاره ديال ديك الحاجة. وشي وحدين الله يهديهم عم قابلينهم،
ها هو مشى، ها هو شراه، ها هو كلاه، ها هو دار. قابلني انا ودير شي لايك واشتراك معاك، وخلي الرأي ديالك في التعليقات، وتهلاو.